هي ديت الطريقه اللي بتزود حجم الزغليل، وكمان ما بتخليه الزغلول يموت منك، وكمان بتزود الانتاج عندك بفضل الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مساء الانوار على كل متابعين. ان شاء الله تعالى النهارده حلقه مهمه جدا تخص الزغاليل وقصه الزغاليل اللي بتموت منك عمر يوم واثنين وعمر اسبوع، وهقول لك على طريقه كمان تزود عندك الانتاج، وهقول لك على طريقه كمان تخلي احجام الزغاليل بتاعتك احجامها كبيره بفضل الله تعالى. ولكن يا شباب يا ريت ندعم الفيديو بلايك ونصلي على سيدنا النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين. يلا يا جماعه الخير نقطف شويه زغاليل مع بعض. العيون دي كلها بفضل الله تعالى كلها زغاليل وكلها خير وكلها انتاج بفضل الله تعالى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهنقول لك ازاي ان انت تخلي الزغاليل بتاعتك احجامها كويسه، وتخلي الزغاليل بتاعتك احجامها تعرف تسواها، تعرف ان انت تاكلها، تعرف ان انت تذبحها. هنجيب مجموعه زغاليل مع بعض عشان ان احنا طبعا نقول لك احنا بنشتغل ازاي بالطريقه اللي بتخلي الزغاليل عندي ما يموتش مني زغلول. دي جوز زغاليل ما شاء الله تعالى يعني عمر 15 يوم تقريبا. نقطه برضو جوز الزغاليل دولت. بسم الله. شايفين يا شباب الزغاليل عامله ازاي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. شايفين يا شباب الزغاليل عامله ازاي؟ نحط الزغاليل دولت هنا، ونجيب برضو مجموعه زغاليل عشان نبدا ان انا اوريكم انا بعمل ايه مع الزغاليل دي. طبعا الزغاليل دي زي ما قلت لكم تقريبا يعني عمر 12 يوم 15 يوم في الحدود دي تقريبا يعني. نجيب برضو زغاليل يا شباب احجام تانية. شايفين يا شباب الزغاليل اهليها مأكلها ازاي؟ ليه؟ هقول لك ليه دلوقتي. ولكن وانا بقطف الزغاليل لازما اخلي بالي من حاجه مهمه، يعني حاجه مهمه لازما ان انا اخلي بالي منها. ان اقطف الزغاليل دي كمان كده طبعا احفظ مكان اللي انا هحط فيه الزغاليل تاني، او ان انا هرجع فيه الزغاليل تاني. ديت برضو زغاليل اعمار ما شاء الله يعني تقريبا برضو اعمار 15 يوم قد الزغاليل دي قد الزغاليل دي تقريبا. نجيب برضو شوية زغاليل أنواع مختلفة يعني أعمار مختلفة. هو طبعا معظم الحمام اللي عندي اللي أنا سايبه ده حمام بلدي، ده برضو أعمار مختلفة. برضو دول جوز زغاليل يعني عمر تقريبا 10 أيام، أقل من دول شوية وأكبر من دول شوية. نجيب برضو زغاليل تانية يا جماعة الخير برضو عشان إن أنا أوريكم أنا بعمل إيه مع الزغاليل. دول جوز زغاليل اهوت ما شاء الله تعالى أعمارهم أكبر من الزغاليل اللي أنا قطفتهم الأولانيين. شوف برضو مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دولت الاعمار برضو اكبر من التانيين. هقول لك برضو ازاي ان انا هزود طبعا حجم الزغاليل ديت، وازاي ان انا بفادي الزغاليل ديت ان هي ما تموتش. يعني في ناس كتير جدا بيموت منها زغاليل في الاعمار دي، ولا حول ولا قوه الا بالله بتخسر الانتاج، وطبعا الناس بتزعل ان طبعا في زغاليل بتموت منها. الطريقه اللي انا بشتغل بيها ديت بتنفع مع جميع انواع الحمام. اي نوع حمام عندك الطريقه دي بتنفع مع الحمام ده لسه محصي يعني ما فيش زغاليل بفضل الله تعالى. كل الحمام ده محصي طبعا. وزي ما قلت لكم قبل كده الحمام ده كان جديد وبفضل الله يعني بالطريقه بتاعتي خليته يحصي في اقرب وقت ممكن. طبعا دولت جوز حمام لاحم فرنساوي، طبعا امهم شرسه شويه. شايفين امهم عامل ازاي ما شاء الله. اهم حاجه برضو ان انا بختار سلاله كويسه في بدايه ان انا اربي طبعا مشروع الحمام. ان انا بجيب مش ما اجيبش اي سلاله، يعني ما اجيبش اي سلاله عشان برضو الناتج بتاعي يبقى طبعا حجم كويس، او ان انا اخد منه حجم كويس، وان انا اخد منه طبعا الزغاليل اللاحم احجامها بيبقى مختلف. طبعا الزغاليل اللاحم اعمارها تقريبا في العمر قد الاعمار دي، تقريبا في العمر قد الاعمار ديت، ولكن الحجم بيبقى فارق، ولكن ديت بتبقى جينات. فنخلي بالي برضو وانا ببدا مشروع تربيه الحمام اجيب حمام سلاله كويسه، اجيب حمام لو هربي حمام بلدي اجيب حمام تلتينات، حمام احجامه كويسه. ما اروحش اجيب حمام بري من اللي هو الصغير ده واقول ان انا هربي واعمل مشروع حمام مش هكسب منه. جوز الزغاليل الشباب دلوقتي ب 100 جنيه، جوز زغاليل الحمام البلدي ب 100 جنيه. فانا لما اهتم بالزغاليل بتاعتي شويه لا هزود الانتاج عندي، وان انا هعرف اكسب من تربيه حمام. والله العظيم الحمام بيكسب. في ناس كتير جدا بتقول لك مشروع الحمام بيخسر. الحمام بيكسب يا جماعه الخير. اشمعنى بيكسب معايا انا؟ يعني انا بقول لكم لو انت عايز تتبع النصائح بتاعتي فاشتغل بالطريقه اللي انا هقول لك عليها. طبعا انا قطفت مجموعه زغاليل اهيت، ممكن ارجع الزغاليل تاني تحت الاهالي، وممكن ان انا ما ارجعهاش انا ومزاجي. ممكن ااكل الزغاليل دي يدوي. طبعا دي الزغاطه هي يا شباب، دي الزغاطه انا باكلهم طبعا يدوي. بجيب شويه بادي، وبجيب طبعا اي كسر عيش عندي، وابدا ان انا اكلهم طبعا بادي. ولكن ده مش موضوعنا النهارده. هقول لك على الطريقه اللي ما بتخليش زغلول يموت مني. انا الطريقه ديت شغال عندي بها باستمرار. طبعا يا شباب ده الفلاجيل. الفلاجيل ده متوفر في كل الدنيا ومعروف. طبعا اي صيدلي يقول له انا عايز فلاجيل، طبعا هو مطهر معوي بتاع الاطفال معروف. وتلاقي كمان عندنا اخواتنا ستات البيوت موجود عندنا عندهم طبعا بتاع الاطفال الصغيره، بتدوا الاطفال الصغيره فلاجيل. طبعا ده موجود في كل الدنيا. الفلاجيل ده ما ينفعش ان انا يخلص عندي من مكان، ما ينفعش نهائي ان هو يخلص عندي من مكان.
ان فوائد الفلاجيل دي كتيره جدا، يعني انا بستخدمه الحمام الكبير وبستخدمه للزغاليل، فوائده كتيره جدا. وطبعا يعني زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان انا كنت سالت مره دكتوره صيدلانيه، ودكتوره صيدلانيه بقول لها طبعا بختبرها، يعني بقول لها انا عندي حمام تعبان وكده وعندي حمام زغاليل ضعيفه. قالت لي احنا اللي عرفناه عن تربيه الطيور طبعا في الادويه البيطريه او الادويه البشريه ان الفلاجيل هو الوحيد اللي يصلح طبعا للطيور وخصوصا الحمام. فطبعا الفلاجيل ده مهم جدا. انا اول عبوه ما بتخلص عندي طبعا ده عبوه خالصه عندي، جبت العبوه دي رجعت جبت برضو دي عشان برضو ما يخلصش عندي، لان ما ينفعش فلاجيل يخلص عندي بامانه الله، لان الفلاجيل انا بشتغل بيه على طول حتى مع الحمام الكبير. اي حمامه الاقيها تعبانه او حمامه الاقيها مرضانه بجيب طبعا الفلاجيل ابدا ان انا استخدمه، بستخدمه كمطهر معوي، طبعا بيعمل حائط صد لجميع الامراض، ولو في عندي مرض فبطهر الامعاء وبطهر الحويصله بتاعه الحمام الكبير. ومهم جدا ان انا استخدم الفلاجيل بدايه ان انا لما الاقي عندي مجموعه زغاليل صغيره، يعني الاقي عندي احجام ما شاء الله، يعني احجام زي كده يا جماعه الخير ان شاء الله. عندي حمام كتير بفضل الله تعالى وزغاليل كتير بفضل الله تعالى. اما الاقي احجام طبعا زغاليل لسه فكه من الحصوايه، طبعا مش لاقي زغاليل عمر يوم، هدور لكم برضه على زغاليل عمر يوم. لما الاقي زغاليل عندي عمر يوم او عمر يومين ببدا ان انا برضو طبعا استخدم الفلاجيل، لان طبعا اهالي ممكن تكون حامله مرض وانت ما بتبقاش حاسس، فبيجي تاكل الزغاليل هتبص تلاقي الزغاليل ماتت منك في عمر يوم وعمر يومين، فطبعا بالشكل ده بتلاقي الانتاج بيروح منك. فانا ببدا ان انا استخدم الفلاجيل مع الزغاليل بتاعتي. ببدا اجيب سرنجه يا جماعه الخير، سرنجه زي كده، ديت سرنجه 3 سم، ابدا ان انا اجيب سرنجه وانا هجيب برضو العبوه زي كده. هقول لكم برضو هنستخدمها ازاي عشان برضو الزغاليل ديت ما تموتش مني، وكمان بتزود طبعا حجم الزغاليل، لان هي طبعا بتساعد على الهضم، فبتخلي الزغاليل تهضم كويس وان الزغاليل بتاكل بشكل كويس. ببدا اسحب بالشكل دون، يعني الغطا ده تقريبا بيجي له 8 سم ودي 3 سم. باخد الزغلول يا جماعه الخير، باخد كل زغلول، طبعا انا بصور بايد والله وبشتغل بالايد الثانيه، كل زغلول نص سم ببقه وانا ماشي، كل زغلول نص سم ببقه. الطريقه دي تنفع مع الزغاليل من بدايه 5 ايام، الزغاليل من بعد 5 ايام تبدا تديها نص سم، ما تزودش عن نص سم. بالنسبه للاهالي الحمام الكبير، اول الزغاليل اللي ما تفك مني من الحصى عمر يوم، اول الزغاليل ما تفك ابدا ان انا احط 5 سم على اللتر ميه في المسقه اللي انت شايفينها هناك ديت. طبعا الحمام الكبير هيشرب، هيروح يبدا ان هو يزق للزغاليل، هتبص تلاقي الزغاليل عندك مفيش زغلول بيموت منك. وده يا جماعه الخير الطرق اللي بيشتغل بيها الغوال الكبار، لان طبعا زي ما قلت لكم الفلاجيل ده بيعمل كحات صد ضد الامراض، حتى لو في مرض الزغاليل طبعا الفلاجيل بيقضي عليه تماما. وفي معلومه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي هي بيجي لها كنكر عند الزغاليل، وبالنسبه للناس اللي هي بتاكل يدوي، ما ينفعش ان انا اكل يدوي من غير ما انا بستخدم الفلاجيل، ما ينفعش ان انا اكل يدوي من غير ما استخدم الفلاجيل، لان طبعا ممكن ان انت تنقل الزغاطه من مكان لمكان، يعني الزغاطه ديت تنقلها من بق الزغلول ده لبق الزغلول ده لبق الزغلول دوت، فطبعا لو في زغلول عنده كنكر هيعدي مجموعه الزغاليل دي كلها. فانا اخلي بالي من الموضوع دوت، استخدم الفلاجيل، لان حتى لو في زغلول عنده كنكر، الكنكر طبعا هيموته، وبالتالي هيطهر امعاء الزغاليل اللي باقي عندك، فمش هيموت من عندك زغلول واحد بفضل الله تعالى. ديت الطريقه يا شباب اللي انا بشتغل بيها مع الزغاليل، بلم الزغاليل دي كلها، لو انا هاكلها يدوي ما برجعهاش تاني، بشتغل معاهم بالزغاطه، بتلاقي حجام كبير ما شاء الله. لو انا هشتغل معاهم عشان ان انا اطهر الامعاء بتاعتهم وعشان الزغاليل دي ما تموتش مني، برضو بدي كل زغلول نص سنتي. ومش لازم تجمع الزغاليل زي ما انا جماعه كده، ممكن تشتغل معاهم في العيون بفضل الله تعالى، ممكن في العيون تبدا ان انت تشتغل مع الزغاليل، تدي كل زغلول نص سم ببقه، هتلاقي عندك احجام زغاليل كويسه، مش هيموت من عندك زغلول واحد. دي الطريقه يا شباب اللي احنا بنشتغل بيها. يا رب يا شباب اكون استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. لو عايزين فيديوهات معينه اكتبوا لي في الكومنتات تحت، وان شاء الله تعالى هعمل لكم فيديوهات عنها. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه